رسالة الأستاذ كامل، طبعا احنا بنعزيك في الفقيد الغالي علينا كلنا، وربنا يجعلها إن شاء الله آخر الأحزان. وبورسعيد كلها زي ما قلت لك احنا في انتظارك يا أستاذ كامل. بورسعيد والنادي المصري اللي أنا عارف من خلال صلتي بيك إن أنت مش هتتخلى عن النادي المصري ومش هتتخلى عن بورسعيد، واحنا كلنا في انتظارك. كان في مكالمة النهاردة حصلت بينك وبين الأستاذ كامل أبو علي، دارت كان مضمونها إيه؟ والله هو ما فيش، انا عزيته وكنت اتكلمت معاه إن عايزين نشوفه هنا في بورسعيد، فهو والله نظرا لظروف سفره متدايم دلوقتي، هو لان سياده المحافظ احمد عبد الله مكلفه حاجات كتير في الغردقه بالنسبه لامور السياحه، فهو دائم السفر اليومين دول. فبرضه هو عنده سفريه كده في تفقد بعض الاعمال الخاصه بيه في المغرب، وان شاء الله وعدني ان هو يكون في بورسعيد اول ما يرجع ان شاء الله. أستاذ ياسر إيهاب، نشكرك شكرا جدا جدا قوي، يعني نشكر الجميع، نشكر الجميع على الشعور الطيب بصراحه، والله لفته جميله منهم يعني. هل شايف ان الاستاذ كامل ابو علي اثر في بورسعيد وان ذكراه او اي شيء تابع ليه بيعد ذكرى كامل؟ هو كامل ساب حاجات حلوه صراحه، يعني ساب حاجات حلوه جدا يعني صراحه يعني، وبيفكرنا بالزمن الجميل يعني. وربنا يديله الصحه يا رب العالمين. اللفته الطيبه النهارده من بنشكر، هو بالنيابه عنه كمان، بالنيابه عنه نشكرهم جميعا يعني، والله يعني هو بلغني الشكر لكل الناس الحلوه اللي حضرت ده يعني، ونشكرهم على الشعور الطيب ده. اشكرك. والله الراجل ده بصراحة ما شفتش منه غير كل خير. انا لما طلب مني اني اجي اكيد كنت لازم اجي يعني. الراجل ده انا بعتبره زي والدي يعني، ربنا يصبره يعني مستر كامل ابو علي بعدوا عن بورسعيد، ولكن انتوا دايما مستر كامل دي مالهاش علاقة. هو الراجل انا ما شفتش منه غير كل خير زي ما قلت لك، وراجل محترم، وانا كنت سعيد ان انا اتعاملت معاه يعني. دي حاجة بسيطة من اللي عملها للواحد يعني. مجموعة طيبة ولفتة جميلة للأستاذ كامل صاحب الأفضال الكثيرة على النادي المصري، ونتمنى بإذن الله للمرحوم أو للفقيد الرحمة، والأستاذ كامل بإذن الله كده ربنا يصبره ويجعل الخير في ولاده بإذن الله.